اهلا طلاب الاعزاء سنه 5 ابتدائي. انا مستر محمد رجب، والنهارده ان شاء الله معانا الدرس الرابع في الوحده الاولى. في الدرس الرابع هناخد جوله في محافظات مصر، وده اصلا عنوان الدرس بتاعنا اللي هو جوله في محافظات مصر. في الدرس اللي فات يا سنه 5 كنا اتكلمنا على البيئات، وعرفنا ان البيئات المصريه بيئات متنوعه، وده ساعد على تنوع الثقافات الموجوده في مصر واختلاف اسلوب الحياه من بيئه للتانيه. طيب اول حاجه عندنا موقع محافظتي، بيقول لي ان كل محافظه من محافظات مصر بيكون ليها موقع مختلف. كل محافظه من محافظات مصر بيكون لها ايه؟ موقع، مكان هي موجوده فيه. ما ينفعش محافظه تكون موجوده في نفس المكان ده، يبقى كل محافظه ليها مكان على الخريطه بتاعه مصر. طيب حلو قوي، المكان ده بيكون محدد وبيميزها، زي مثلا محافظه القاهره مكانها اهوت معروف. تمام كده؟ يبقى كل محافظه من محافظات مصر بيكون لها ايه؟ بيكون لها موقع مميز، مفيش محافظه تانية بتكون موجوده فيه. طيب كل محافظه برضو اللي بيجاورها محافظات تانية، ما هي المحافظه مش قاعده لوحدها، ده المحافظه موجوده حواليها من كل ناحيه محافظات تانية. زي بيقول لي مثلا محافظه الاسماعيليه في شمالها هنلاقي عندنا بورسعيد، في جنوبها عندنا السويس، في الشرق بتاعها محافظة شمال سيناء، في الغرب بتاعها محافظة الشرقية والقاهرة. يبقى أنا دلوقتي عرفت إن كل محافظة من المحافظات المصرية بتكون موجودة في مكان محدد، وبيكون حوالين كل محافظة محافظات من كل ناحية. طيب لكن بقى أنا عندي حاجة اسمها المحافظات الحدودية، محافظات الحدود الصحراوية اللي هم شمال سيناء وجنوب سيناء، محافظة البحر الأحمر، محافظة مطروح، محافظة الوادي الجديد. 5 محافظات اسمهم محافظات الحدود الصحراوية. طب يا مستر يعني ايه محافظات الحدود الصحراوية؟ يعني محافظات بتقع على أطراف حدود مصر البرية أو البحرية، على الحدود بتاعت مصر، سواء حدود برية أو حدود بحرية، وبتشترك في حدودها مع دول أخرى أو بتطل على أحد المسطحات المائية. يبقى أي محافظة موجودة على الحدود بتاعة مصر، ومن ضمن حدود المحافظة ديت حدود مع دول تانية أو حدود مع مسطحات مائية، بنقول عليها إيه؟ محافظة حدودية. وهم 5 محافظات بس، هم 5 محافظات بس. زي مثلا ديت محافظة الوادي الجديد أهيت، موجودة على أطراف مصر، بتشترك مع مين؟ مع ليبيا في حدود، وبتشترك مع السودان في حدود. على الرغم ان هي محافظه داخل مصر، الا ان هي محافظه على الاطراف بتاعه مصر، فبتشترك مع الدول التانية بحدود سياسيه. يبقى هي دي اسمها محافظات ايه؟ محافظات حدوديه. يعني ايه؟ محافظات يجاورها دوله اخرى او مسطح مائي. قلنا زي شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الاحمر، مطروح، والوادي الجديد. طيب ماشي، اهم اللي هم ال5 اللي احنا قلنا عليهم. هل محافظات مصر يا مستر نفس المساحة وعدد السكان؟ لا طبعا مستحيل. ازاي؟ قال لي يعني كل محافظة، في محافظة كبيرة وفي محافظة صغيرة، وفي محافظة فيها عدد سكان كبير وفي محافظة فيها عدد سكان قليل. يبقى كل محافظة بتختلف عن المحافظة التانية في المساحة، وبتختلف عنها كمان في ايه؟ في عدد السكان اللي فيها. فقال لي في عندنا محافظات مساحتها صغيرة، زي مثلا محافظة دمياط، أصغر محافظة في مصر، ولكن برضو عندنا محافظات كبيرة زي محافظة الوادي الجديد، أكبر محافظة في مصر، لازم أكون عارفها. يبقى أنا دلوقتي عرفت إن المحافظات في مصر مش قد بعضهم، المحافظات في منها الكبير وفي منها الصغير. طب ايه اصغر محافظة؟ اصغر محافظة دمياط. طب وايه اكبر محافظة؟ اكبر محافظة الوادي الجديد. طيب ماشي، يبقى انا عرفت كده المحافظات الصغيرة زي دمياط، والمحافظات الكبيرة زي الوادي الجديد. طيب ماشي، هل المحافظات برضو زي بعضها في عدد السكان؟ قال لي لا طبعا، في محافظات مزدحمة ومليانة بالسكان، وفي محافظات مش لاقيه سكان خالص، قليله في السكان. يبقى انا عندي هنا المحافظات مش زي بعضها في عدد السكان. في محافظات عدد سكانها كبير، زي مين كده؟ زي محافظه القاهره، اكبر محافظه في مصر في عدد السكان. وفي محافظات عدد سكانها قليل، زي محافظه جنوب سيناء، اقل محافظه في عدد السكان. يبقى انا دلوقتي عرفت ان في عندي محافظات عدد سكانها كبير زي محافظه القاهره، ومحافظات عدد سكانها قليل زي محافظه جنوب ايه؟ جنوب سيناء. تمام كده؟ يبقى المحافظات في المساحه في منها الكبير والصغير، وفي العدد السكان في منها الكتير وفي منها القليل. تمام كده؟ طيب ماشي، نيجي لحاجه اسمها الكثافه السكانيه. الكثافه السكانيه يا سنه 5
يعني الزحمه. الزحمه، الكثافه السكانيه، في مناطق مزدحمه بالسكان وفي مناطق مش مزدحمه بالسكان. طب بعرف ازاي؟ قال لي بنجيب المساحه ونعرف السكان اللي عايشين فيها. يعني مثلا دي اوضه واحد بس قاعد فيها، بنعمل ايه؟ بنقسم عدد السكان على المساحه اللي هو عايش فيها، بيطلع لي حاجه اسمها الكثافه. ولكن لو نفس الاوضه ديت عاش فيها مثلا 10 اشخاص، عدد كبير من الناس يعني، وهكذا، تمام، 10 اشخاص، هتبقى هنا الكثافه ايه؟ الكثافه هتكون مرتفعه، هيبقى في زحمه. يبقى دلوقتي حاجه اسمها عندي الكثافه السكانيه. الكثافه السكانيه هي ايه؟ هي عدد السكان مقسومه على المساحه اللي هم بيعيشوا فيها. تمام كده؟ طيب يبقى عندي الكثافه السكانيه عباره عن ايه؟ مساحه المحافظه وعدد سكانها. بجيب مساحه المحافظه وعدد السكان اللي فيها وابدا اقسمهم على بعض، فبيطلع لي حاجه اسمها الكثافه السكانيه للمحافظه. فالكثافه السكانيه عدد السكان على مساحه المحافظه. بجيب عدد السكان اقسمه على المساحه بيديني الكثافه. ما بيني وما بينكم يا سنه 5 الكثافه دهيت اللي هي الزحمه. اعرف الدوله او المحافظه او المكان زحمه ولا لا ازاي؟ اجيب عدد السكان واقسمه على المساحه اللي هم عايشين عليها، واعرف كده هل المكان ده هيكون زحمه ولا لا. فبيقول لي ان مصر بيتباين فيها توزيع السكان بشكل كبير. يعني التوزيع السكاني بتاع مصر مش زي بعضه. في مناطق بتكون زحمه يعني كثافتها مرتفعه زي الوادي والدلتا، زي القاهره والجيزه والشرقيه مثلا، بيكونوا مزدحمين بالسكان. طب ايه السبب هنا؟ قال لي السبب هنا بسبب خصوبه التربه ووفره المياه العذبه. في تربه خصبه وميه عذبه، فالناس كتير قوي في الوادي والدلتا، ماليين الوادي والدلتا، ان الكثافات مرتفعه، الدنيا زحمه عشان في خصوبه في الارض وفي كمان ميه عذبه. ولكن في محافظات زي المحافظات الصحراويه يا سنه 5 مش لاقيين حد يقعدوا فيها، زي مثلا الوادي الجديد وجنوب سيناء، كثافتهم بتكون منخفضه جدا، مفيش فيهم سكان خالص. ليه؟ عشان مفيش فيها ميه عذبه، عشان مفيش فيها تربه خصبه، عشان المناخ هناك مش مناخ مناسب خالص، على الرغم ان مساحه المحافظات ديت ايه؟ كبيره. تمام كده؟ طيب يبقى تاني كده، يبقى الكثافه السكانيه هي ايه؟ عدد السكان اللي بيعيشوا في الكيلومتر مربع على المساحه. تمام كده؟ بنقسم عدد السكان على المساحه اللي هم بيعيشوا فيها. طيب لو جينا نعرف، لو جينا لحته تانيه كده، وهي تاثير البيئه على انشطه السكان بكل محافظه. هل البيئه اللي احنا بنعيش فيها بتاثر على الشغل بتاعنا؟ قال لي على حسب المكان اللي انا عايش فيه بتتحدد في الغالب الشغلانه بتاعتي. فمثلا لو انا المحافظه بتاعتي موجوده على ساحل او على مسطح مائي، يعني موجوده على بحر، في الغالب هنشتغل ايه؟ هنشتغل في صيد الاسماك. فقال لي فعلا يبقى البيئه بتاثر على الانشطه اللي بيمارسها السكان. البيئه بتاثر على نوع الانشطه اللي بيمارسها السكان، فعلى حسب البيئه بيتحدد النشاط والشغلانه بتاعت معظم السكان اللي عايشين في المحافظه. فبيقول لي ايه؟ بيقول لي مثلا المحافظات اللي بتقع على مسطح مائي في الغالب بتشتغل في ايه؟ بتشتغل في صيد الاسماك. زي محافظه ايه كده؟ زي محافظه بورسعيد، زي محافظه الاسماعيليه، زي محافظه اسكندريه. طيب انما لو المحافظه اللي انا عايش فيها موجود فيها تربه خصبه وميه عذبه، محافظه فيها تربه خصبه وميه عذبه، معظمنا هنشتغل في ايه كده؟ قال لي معظمنا كده نشتغل في الزراعه. فقال لي فعلا يبقى هينتشر النشاط الزراعي، زي محافظه الشرقيه، زي المنوفيه، زي الغربيه، زي محافظه قنا. كل دي محافظات هينتشر فيها النشاط الزراعي، لان المحافظات ديت فيها ايه؟ تربه خصبه وفيها ميه عذبه. طيب لو احنا عايشين في مدينة كبيرة من مدن الكبيرة بتاعت اي محافظة، في مركز المحافظة نفسه، طب هنا هنشتغل في ايه معظمنا؟ لا في زراعة هنزرع ولا هي موجودة على البحر عشان نصطاد. طب هنعمل ايه؟ قال لي هنبدأ نشتغل في المهن الخدمية او الانشطة الخدمية. اللي هي ايه الانشطة الخدمية؟ اللي احنا قلنا عليها التعليم والصحة والبنوك وغيرها من الانشطة الخدمية. زي مثلا سكان محافظة القاهرة، زي سكان محافظة الجيزة، معظمهم بيشتغل في المهن الخدمية لأن هم بيعيشوا في المدن الكبيرة. طيب لو أنا المحافظة بتاعتي معظمها بترول ومواد خام معدنية، هشتغل في إيه كده؟ هشتغل في استخراج البترول واستخراج المعادن. فقال لي هينتشر فيها النشاط التعديني، زي سكان محافظة السويس وسكان محافظة جنوب سيناء. يبقى هنا البيئة اللي بنعيش فيها بتحدد النشاط الاقتصادي اللي احنا بنشتغله،
زي قلنا لو فيها ابار بترول ومواد خام هنشتغل في النشاط التعديني زي محافظه السويس ومحافظه جنوب سيناء. طب المناطق اللي احنا عايشين فيها لو فيها مناطق اثريه معظمنا هيشتغل في ايه كده؟ هيشتغل في السياحه. قال لي فعلا المناطق والمحافظات اللي بيكون فيها مناطق اثريه بيشتغل معظم سكانها في الايه؟ في السياحه، زي محافظه الاقصر ومحافظه اسوان. وبكده يا حبايبي خلص الدرس بتاعنا النهارده. ما ننساش نعمل اشتراك في القناه ولايك للفيديو وسلام.